كنت حاجز رحله دي ليا على يخت وحصلت وركبت. مين يا جماعه اللي كاتب اللي كنت حاجز رحله على يخت؟ اتفضل حد المايك معلش ساعدونا عشان الانتاج ضعيف. عينيك تستوعب شقاوي الأطفال المسمار ورا من عندك كده هو يعلق نفسه. سقف الحمزة زي ما تمام شغال شغال كده كويس؟ تمام. ايه بقى اللي حصل في الرحلة دي؟ اللي حصل انا كنت حاجز رحلة ليا على يخت يعني. هنا في القاهرة؟ هنا في القاهرة طبعا. تمام. وبعدين طلعت اليخت وقعدت وكمان تمام. كنت لوحدك ولا معاك حد؟ لا كنت لوحدي. طب الحمد لله. وبعدين شوية كده وانا قاعد في اليخت فوجئت ان اليخت بتاعي اللي انا حاجز فيه طلع ومشي. لا والله وانا لسه قاعد في اليخت. ايوه معهوش مايوه ركبناهوش المخالف معهوش هو ده ما طلعش معانا. ايوه. طب خدت منهم الفلوس؟ لا للاسف. حطيتها على اليخت بتاعي واعمل نفسك مش من هنا. فانا اليخت بتاعي اليخت من كانوا الاولاد بيكروزوا فيه ان انا عندي فلوس. حبيبي شكرا جدا. شكرا. جيب ورقه عايز تكتب؟ ما حدش يكتب ورقه؟ اللي انت عايزه قول. واللي ما بيكتبش الناس بيكتبوا. مايك قول. انا كده انا ما شاء الله انا شايف الاولاد كلها فرحين وقالعين كده والعباد دي جايه الوقت حبيبي بكره معاك انا رامي عبد الوهاب وانا رامي هاني. زمان قبل ما العيال دي تيجي كنت عندي صغير كده. ايوه ومراتي راكبه ورايا وانا ماشي وماشي وجت شجره وطماطي عشان تبقي نوع عوضتي توطي يا ماما مش هنقعد نحبكم. قلت لها اهو شوفوا بتعرفوا ان الرجال لو نوع المساويين راجل سنه شوف توطي ايه اللي حصل في شجره. فبعد كده كنت هتوطي يا حاج الوطن في الكليه في الكليه زمان. في الكليه زمان كنت انا اعرف يعني بنت زميلتي كده زمايلي بقى لا انت ازاي تعرفش؟ قلت لهم طب انا هوريكم بعيني يا عم ما ينفع انا هوريكم بعيني اللي انت تروح يعني الناس تعالوا شوفوا حلو في عند السلم وعلى عينك وتعالى هو اللي تعالوا اتفرجوا وشوفوا كل حاجه يعني. جوهم زمايلي ويبصوا كده انا طبعا بقى يعني انا زمان الشعر زودت في المسافه وبعدين ايه ويبصوا وانا ازود ويبصوا وانا ازود اتاري ان دول مش زمايلي دول حرس الجامعه. والله ويبص وانا ازود وحرس الجامعه الدكتور تعالى ترى كاميرا اهو بس انا يا رامي عرفت على السلم ولا ده في اوضه ده على الصاله كده خلاص انت حر انت جوه في اوضه النوم انت اللي جاي ده زي الفل يا باشا البوكس مستني وقت ماشي.